اهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور كورة. النهاردة معايا اول حاجة كده، اول خبر تسمي بيه الله، وهو رسميا النادي الاهلي يتعاقد مع المهاجم الغاني. وركز بقى، مهاجم غاني عنده 24 سنة، اسمه عبد العزيز يعقوبو. عبد العزيز يعقوبو بيلعب في الدوري البرتغالي، واللاعب ده النادي الاهلي خلاص خلص معاه. اللاعب ده مهاجم ممتاز جدا، قوة بدنية ما شاء الله، 186 سنتي، عنده 24 سنة بس. يعني هيتقيد معاك افريقيا، وطبعا احنا جايبينه عشان كاس العالم. مين اللي جايبه؟ ايوه كده، مارسيل كولر. عشان النادي الاهلي مطالب بايه؟ ينفذ طلبات الراجل، وده اللي النادي الاهلي بيعمله. طب عبد العزيز يعقوبو عمل كشف طبي؟ ايوه عمل كشف طبي، عمل كشف طبي هناك، وهيجي القاهرة كمان ساعات قليلة جدا، عشان هو رسميا بقول لك هو مضى خلاص. بكره باذن الله الصفقه دي هتكون جاهزه للاعلان بعد الكشف الطبي اللي هيتعمل تاني في مصر. يعني هو اتعمل له كشف طبي هناك في البرتغال، وهيتعمل له كشف طبي تاني هنا. طب هو جاي بكام؟ اللاعب ده جاي ب 2 مليون و300 الف دولار. ايه ده يا عم؟ احنا النادي الاهلي اللي كان نادي بخيل في الصفقات، والنادي اللي ما بيجيبش لعيبه ارقامها كبيره. يعني لو نفتكر مارسينيو اللي عملنا عليه ليله كبيره جدا، ومارسينيو ده كان هيجي بالكتير قوي ب 3 مليون يورو، ب 3 مليون دولار، والان النادي الاهلي رفض. بس انا بقى حابب اقول لك على حاجه، ان اللاعب ده اللي جايبه مارسيل كولر يعني مقتنع بيه بنسبه كبيره جدا، وكان بيصفي بينه وبين اكتر من 10 مهاجمين. يعني شافهم كلهم وشاف ان ده احسنهم وده المناسب. طب بقى انت عايز تعرف اللاعب ده كان بيعمل ايه في الدوري البرتغالي؟ اولا اللاعب ده لاعب بورتو، لعب قصاد بورتو. يعني هو كان بيلعب في نادي اسمه ريو افي البرتغالي. حقق اللاعب ده في المباراة دي بتاعت بورتو هدفين، وكان رجل المباراة. لعب ضد بنفيكا وساهم في هدف واحرز هدف. لعب ضد سبورتنج لشبونة وصنع هدف. اللاعب ده مؤثر بشكل كبير جدا مع الفرقه، وزي ما قلت لك 186 سنتي، ولاعب قوه بدنيه جباره وهيدرز، ولاعب بيتحكم في الكره كويس. من الاخر اللاعب ده جاي من الدار للنار، يعني على طول انت جاي من هناك يا باشا بتلعب، انت جاي هنا تلعب. خلي بالك بقى ان احنا جايبين اللاعب ده وهو نجم هناك، نجم فرقته، يعني هو شايل فرقته. فانت جايبه اساسا ليه؟ جايبه عشان داخل على كاس العالم، مطالب الجماهير بتتحقق، اللي احنا طلبناه وقلنا عليه بيتنفذ فعلا من اداره النادي. مارسيل كولر طلباته بتتحقق وبتتنفذ زي ما هو عايز. هو عايز اللاعب ده، خلاص اللاعب ده جاي لك. بالنسبه لارقام عبد العزيز يعقوبو، فهو ساهم مع الفريق في 49 هدف. ال 49 هدف دول في 67 مباراه بس. طب قول لي الموسم ده الكلام ده بس، الاحصائيه دي بقى لها قد ايه؟ الاحصائيه دي بقى لها سنتين، يعني في خلال السنتين. طيب الموسم ده حقق معاهم ايه؟ لعب كام مباراة؟ لعب تقريبا 15 مباراة، ساهم في 13 هدف، وسجل 8 اهداف. يعني لاعب مسجل 8، لاعب 15 مباراة ساهم في 13 جون، جايب 8 اهداف. يعني لاعب كويس. واللاعب ده جاي زي ما قلنا كده، انت جاي عشان تلعب كاس عالم، وجاي عشان هتلعب دوري ابطال افريقيا. من الاخر انت لاعب جاهز، مش لسه بقى هنشوفك ولسه على ما تتاقلم مع الفريق ومش عارف ايه. ولكن بص، هو التوفيق وعدمه ده بتاعت ربنا مش بتاعتنا احنا. يعني انت ممكن تكون مكسر الدنيا بره وتيجي عندنا بطه بلدي، زي مثلا بيرسي تاو. الواد ده خدنا وش، بص، وش وظهر زي ما بيقولوا. ادانا على وشنا قدام مصر لما كانت بتلعب جنوب افريقيا، وكان لعيب كويس جدا. جه مع النادي الاهلي بقى بطه بلدي. ميكيسوني كان مولع الدنيا. مش عارف ميكيسوني ده احنا جبناه ازاي. يعني ميكيسوني انا شايف ان هو سيئه. يعني حتى لسه قاري بوست ان نادي ابها، يعني نادي ابها السعودي اللي هو معار لميكيسوني، هم عايزين ينهوا العقد بتاع لويس ميكيسوني. وطبعا اداره النادي الاهلي رفضت وبقوه، عشان اساسا يعني احنا ما صدقنا خلصنا منه، ما هنجيبه تاني، ما صدقنا خلصنا منه. والخطيب بقى دلوقتي بيعمل عظمه، ودي هتبقى تاني عظمه بعد عبد العزيز يعقوبو. اللي عاجبني واللي بسطني ان احنا اساسا عرفنا بالمعلومات دي كده. يعني عرفنا بعبد العزيز يعقوب ده بعد ما الصفقة تمت وخلصت.
يعني انا بقول لك انا طالع عامل لك الفيديو ده والكلام ده مثار النهارده، واللاعب ده النهارده بقول لك هيكون في مطار القاهره وهيجي للنادي الاهلي، وبكره الصبح هيبقى في كشف طبي للاعب ويتم الاعلان عن اللاعب. نفس الكلام محمد كريستو، خلي بالك محمد كريستو دلوقتي خلاص ودع فرقته في النجم الساحلي وودع قرايبه هناك، وخلاص هو جاهز بس ان هو ان الصفقه يتم الاعلان عنها. وكانوا قالوا ان هم الكلام ده كان المفروض من يومين ثلاثه، بس مش عارف هم اتاخروا بسبب مثلا ان ممكن يطلعوا الاتنين ورا بعض بحيث ان الصفقات كلها تبقى جاهزه كده. طبعا الخطيب بقول لك عمل حركه حلوه جدا جدا. الخطيب نزل على اسكندريه، كان عنده اصطاد عصفورين بحجر واحد. اول عصفور وهو خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح الباك اليمين رسميا لاعب في النادي الاهلي، رسميا خلاص مضى للنادي الاهلي، باقي بس ان هم يعلنوا والكشف الطبي بتاعه خلصان وحالته كلها خلصانه مفيش فيه اي مشكله. فخالد عبد الفتاح الباك اليمين كده، بص بقى ركز معايا. الاول انا كنت بدور على مهاجم فوق السن، حققته، جبت مهاجم فوق السن كده خلاص. عايز لاعب تحت السن، مهاجم تحت السن، جبت اللي هو محمد كريستو. انا عندي عبد العزيز يعقوبه، وعندي كده محمد الضاوي او محمد كريستو. انا كده الصفقتين. الصفقه الثالثه بقى خالد عبد الفتاح الباك اليمين. عايز اقول لك الكلام ده مش احنا اللي عايزينه، او الكلام ده دي طلبات كولر اللي بتتنفذ له دلوقتي. الخطوه اللي بعديها الراجل كان طالب لاعب 8، عايز يلعب، عايز لاعب خط وسط 8. طبعا ما كانش ينفع ان احنا نجيب اجنبي، احنا عايزين لاعب يكون لاعب مثلا محلي. فدورنا، الراجل ما كانش مقتنع بحد غير مروان عطيه، والراجل كان عايز مروان عطيه. ولو تفتكر زمان ان انا كنت قلت لك مروان عطيه احتمال كبير يروح للزمالك، والتنافسيه عليه بين الاهلي وبين الزمالك كبيره جدا، وكان الاقرب في فتره من الفترات الزمالك. ولكن دلوقتي احب اقول لك ان الخطيب بيمشي في اخر رطوش مع مروان عطيه. اللاعب عنده رغبه يلعب في النادي الاهلي، طبعا عنده رغبه ان هو يلعب في النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي، تمام. باقي بس ان الامور الماديه تخلص مع الحاج محمد مصلحي. خلي بالك لان برضو الاتحاد عايز منك محمد محمود، وعايز منك ممكن كمان ياخد لاعب من لعيبه الشباب. يبقى دي نقطه تسهل من ان مروان عطيه يجي النادي الاهلي. الحاجة التانية خالد عبد الفتاح، قلت لك خلاص هو خلص، قاعدة على طول بين الخطيب وبين صاحبه فرج عامر، قدروا ان هم يخلصوا الدنيا. ما تنساش ان فرج عامر كده كده هياخد منك حسام حسن وهياخد منك زياد طارق، فيبقى دي قصاد ديت ويبقى الفروقات بسيطة يعني. يبقى انا كده جبت باك يمين، وخلي بالك خالد عبد الفتاح ده كمان بيجيد اللعب في المساك، وما كانش ده الاختيار الامثل لكولر. كولر كان طالب عمر كمال عبد الواحد، ولكن فيوتشر زي ما قلت لك كده كانت قطعها ميه ونور، واللاعب اساسا الرغبه الاولى عنده اكيد للزمالك. ولكن النادي الاهلي بيعمل اللي مارسيل كولر عايزه، وبعت خطاب فعلا لفيوتشر، وفيوتشر قالت لا والله احنا ما عندناش لعيبه للبيع. فبالتالي راح لخالد عبد الفتاح، وهو محتاج حد يسند مع محمد هاني، وخصوصا بعد اصابه اكرم توفيق. طيب ناقصنا كمان؟ اللاعب مركز 8 ده مروان عطيه، الخطيب بيخلص فيه، يعني ممكن يخلص في غضون ساعات قليله جدا. خالد عبد الفتاح قلت لك رسميا خلاص، محمد كريستو رسميا خلاص، عبد العزيز يعقوبه رسميا خلاص. باقي مدافع. فاكر لما طلعنا وعملنا حلقه وقلنا عمر فايد لاعب المقاولين العرب وعاجب مارسيل كولر وليه ما نتعاقدش معاه ومش عارف دلوقتي بقى في اختيار تاني. لما عمر فايد طلع وقال لك احنا مش هنوديه في حته دلوقتي واحنا الفريق محتاجه وكده. انت عندك عبد الرحمن رشدان عندك مساك بيلعب جنب عمر فايد في منتخب الشباب، ما يتخيروش عن بعض شيء. فالراجل لما اقترحوا عليه في الاداره او اقترحوا عليه في الجهاز الفني المعاون سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وكده، فالراجل قال مفيش مشكله. شاف عبد الرحمن رشدان وبيشوف دلوقتي ما زال عبد الرحمن رشدان وبيتابع له مباريات فاتت كتيره عشان يقيم لو عبد الرحمن رشدان كده ممكن نستعين بيه ونطلعه يلعب مع الفريق الاول. ودي هتبقى حاجه كويسه لعبد الرحمن رشدان، لعيب كويس. ويبقى كده عندك الفرقه عندك معظمها حصل فيها روتيشن، انت عندك ضغوطات ماتشات
انت عندك جولات كتير، 30 جولة ولا 35 كتير كتير، ضغط مباريات كبير، وهيبقى لسه في افريقيا وهي كاس عالم ومش عارف هتخش على كاس قديم وخش على كاس جديد. فانت عندك ضغط كبير، فلازم اللعيبة تكون كلها جاهزة وعلى اكمل وجه، واللي ينزل يأدي المطلوب. وكمان الاهلي خاطب كمان اتحاد الكورة عشان يعرف موعد المكافآت بتاعة النادي الاهلي هتجيله امتى، من مشاركة بدر بنون وعلي معلول اللي شاركوا فيها في كأس العالم. فعايز يعرف هو يستلم الفلوس امتى يعني. فبعت خطاب لاتحاد الكوره عشان مستنيين بقى اما نشوف اتحاد الكوره هيرد علينا يقول ايه. واخيرا شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه تحصل على الرخصه. ممكن تقول ان الخبر ده عادي، بس هو في الحقيقه خبر مش عادي، عشان شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه دي كان متوقف عليها او متوقف على الرخصه بتاعتها استاد النادي الاهلي، اللي المفروض احنا بنجهز له وبتاع، ومعانا شركه المانيه وعشان نعمل استاد كبير، والشركه دي خلاص احنا مفنشين معاها كل الكلام بس مستنيين الرخصه. والحمد لله وهي الرخصه جت. هنبدا بقى نشوف خطوات فعليه على ارض الواقع بقى تتطبق في موضوع استاد النادي الاهلي ان شاء الله في الايام اللي جايه. ودي كانت كل حلقتنا النهارده، وما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، فتنزل تعمل لايك حالا للقناه وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وكل حاجه. واشوفك على خير، وما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم.